دي ثروة قومية كبيرة جدا، يجب أن نحرص على أن ندربها ونحسن استخدامها وإدارتها وتوظيفها. يعني الناس في العالم يفرحون بزيادة عدد السكان، كان هناك ثقافة سائدة في مصر قبل ذلك، وكأنه كانوا يقولون أن زيادة السكان تأكل التنمية، فأين التنمية التي كانت هذه التي يأكلها السكان، فضلا عن أنه يعني الرزق يعني مكفول للجميع من الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لكن هذا لا يعني أنه إحنا ما ننتجش. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كيف تستطيع أن توفر لكل شاب في مصر فرصة عمل؟ الإنتاج، أن شباب مصر يتخرجون من الجامعات ومن معاهد التعليم ولم يكن مستهدفا لهم أين يذهبوا. يعني أنا كنت أتحدث مع وزير التعليم قبل ذلك عندما كنت في مجلس الشعب عن توجيه المنتج التعليمي في اتجاه الإنتاج، فيقول لي أنا مسؤول عنهم وهم تلامذة، أنا مش مسؤول عنهم بعد ما يتخرجوا، وكأن الحكومة تعمل كجزر منعزلة عن بعضها البعض. الشباب مصر في مرحلة الإنتاج والإبداع يمكن أن يكون طاقة ضخمة جدا يستفاد بها في كل شيء.